السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم كل متابعيني، يا رب تكونوا كلكم بألف خير. ما تنسوش تسموا بالله وتصلوا على الرسول في التعليقات. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. لكن لو انت جديدة يا ست الكل ما تنسيش تعملي لايك وشير عشان ده بيساعدني جدا. النهاردة معانا بقى الفطير التحفة، من غير لا عجن ولا خبز ولا تعب ولا مجهود. زي ما انتوا شايفين الفطيرة دي دلوقتي غالية جدا. ازاي يطلع معاكي مورق؟ والموضوع كله ب3 معالق سمنة بس، مش حاطين فيه اي حاجة. الحشوة من اختيارك، انا حشيته كاستر، تقدري تحشيه اي حاجة انت حبيها. يلا بينا نخش على طول. معايا كوبايتين من اللبن، عليهم معلقتين كبار كده مليانين من الكاستر، ولفيهم كده على طول وحطيهم على النار. ومعاهم 4 معالق سكر، وممكن تزودي السكر لو انت حابة. ومعايا 3 معالق كبار من السمنة أو الزبدة. وجبت كده نص كيلو من الفطير. حطيت ما بين كل واحدة، جبت 2، حطيت ما بين كل واحدة زبدة. وابتديت ان انا اجيب الطبقة اللي في النص دي، اعملها كده مربع، واحط فيها الكاستر. وتقدري تحطيها اي حشوة تانية، تقدري تحطي فيها مكسرات براحتك جدا. اهم حاجة تحطي ما بين الورقة والورقة الزبدة، وتجيبي الورقة التالتة تطبقيها وتدخلي جواها الكاستر، وتطبقي اللفة الكبيرة على اللفة الصغيرة عشان الكاستر ما يطلعش بره. ده بيبقى شكلها كده قبل ما تخش الفرن. تدخليها الفرن على درجة حرارة 200، بتقعد حوالي نص ساعة. لو لقيتيها بعد النص ساعة وشها محمرش، ولا عليها الشواية شوية، تطلع من الفرن بتكوني مجهزة لبن. انا حطيت لبن اللي هو المعلب ده، تقدري تحطي اي لون لبن، عن نوع اي نوع لبن عندك، وزوديها كده بيه. خلاص كده بقت تمام معايا. هاتي بقى السكر البودر، حطيه كده في الصفاية ورشي عليها من بره. تقدري تزودي مكسرات. حطيت في واحدة برضو كان عندي كده اللي هي الصوصات البواكي، فكان عندي صوص الشوكليت، حطيته عليها. بس طبعا مع الحر كان سايح جدا، وتقدري تستغني عنه، تقدري تستغني عن السكر. بجد الوصفة دي تحفة جدا. بتمنى النهاردة وصفتي تكون عجبتكم، وما تنسونيش لايك وشير وسبسكرايب. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. مع السلامة. بجد بجد اطعم فطير ممكن تدوقيه. مع السلامة يا امارات.